السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أعزائي المستمعين، أطاب الله مساءكم. ما تنسوش عشان يوصلكم كل جديد عندنا نضغط لايك ونفعل الجرس. بدأ العد التنازلي 48 ساعة فاضلة على الشامبيونز ليج الإفريقي، البطولة الإفريقية، دوري الأبطال، الشامبيونز ليج الإفريقي اللي هو بطله في مجموع البطولات النادي الأهلي، اللي بيتسيد المشهد الإفريقي النادي الأهلي. المباراة النهائية في النهائي بين الأهلي والوداد، مباراة صعبة على الورق. الأهلي بأفراده بلعبته بتكتيك اللعب هو المرشح الأول والأفضل بدنيا ومهاريا وتكتيكيا، بس الوداد فريق لا يستهان به، فريق طلع صن داونز المرشح الأول في البطولة بلا منازع، كان صن داونز. النادي الأهلي لازم بقدر الإمكان في الأول ما يجيش فيها جون. يعني أنا شخصيا بفهم بسيط في الكورة، أنا عندي الأهلي يخلص 0-0 وما يجيش فيها جون، لأن 0-0 نتيجة صعبة جدا، برضو صعبة على الأهلي وصعبة على الوداد في المغرب، لأن برضو الوداد لازم هيعمل حساب للأهلي، والأهلي وارد يجيب جون هناك. والله عرفنا نكسب 1-0 خير وبركة، 2-0 حاجة 100، 3 نقول مبروك للأهلي، بس ما يجيش فيا جون. أنا شايف على الورق الأهلي أفضل، لعيبة النادي الأهلي معظمها فايقة، إذا كان حسين الشحات، كهربا، بيرسيتاو، نص الثلاثي نص الملعب. اللي أنا خايف منه برضو معلومة بكرة، إن حمدي فتحي ومروان عطية لازم يخلي بالهم كويس جدا، عندهم انذارات، مش عايزين نخسرهم في مباراة العودة في المغرب. النادي الأهلي يلعب بهدوء، معاه كل العوامل اللي تساعده على الفوز، ملعبك، جمهورك، وانت افضل تكتيكيا. العب بهدوء، الماتش 90 دقيقة، الجون بيجي في ثانية. يعني لو احنا لغاية الدقيقة مثلا لا قدر الله 80 والنتيجة 0-0، ما نستعجلش ولا الجمهور يستعجل اللعيبة، لان ممكن الاهلي يجيب جون في الدقيقة 85، ممكن يجيب جون في الدقيقة 90. دي مباراة نهائية، مش عايزين نفتح خطوطنا وننسى ان فرقة الوداد فرقة قوية واخدة البطولة مننا احنا شخصيا مرتين، 2017 والسنة اللي فاتت. الوداد اقل من السنة اللي فاتت، هما 2 لعيبة بيعتمدوا عليهم فريق الوداد، ونجم والمترجي، هما الاتنين اللعيبة الاقوياء. لو اتمسكوا كويس الوداد مش هيبقى ليه خطورة. عايزين طبعا بنتمنى كده من ربنا مستر كولر ينزل التشكيل الصح والطريقة الصح، واللعيبة ما تستعجلش. ده غير ان انا يا ريت استغل كل انصاف الفرص اللي هتجيلنا، مش عايزين نضيع البطولة من ايدينا. حرام بعد التعب ده كله لو راحت البطولة الافريقية ولا كأنكم عملتوا حاجة السنة دي. تمنياتي وتمنيات جمهور النادي الاهلي ان شاء الله بالفوز، ويا ريت
كل مصر. النادي الاهلي لو خد البطوله بيتحسب للفرق المصريه خدت كام بطوله افريقيه، كله بيتجمع على بعض. يبقى الفوز بتاع النادي الاهلي بيساعد تقييم الفرق المصريه ان هي تبقى اعلى افريقيا، بغض النظر عن الانتماءات والتعصب. الوداد مش سهل، ما نستعجلش المباراه. 48 ساعه على الحلم، على ال11، على ال11. جمله من حمو اصغر شبل في عائلات عبادي. اتفضل قول. ان شاء الله الاهلي يكسب. الراجل بيقول ان شاء الله الاهلي يكسب. قولها لهم تاني. ان شاء الله الاهلي يكسب. تمنياتنا للنادي الاهلي مباراه صعبه على اعصابنا، لان احنا برضو بنلاعب فريق حامل اللقب. البطوله دي يا جماعه تكسبها توديك كاس العالم للانديه، تكسبها توديك لمباراه نهائي السوبر الافريقي، يعني بتدخلك في بطولتين تانيين. تمنياتنا في اليوم دوت لعيبه النادي الاهلي تكون قد المسؤوليه وتكون في يومها. اهم حاجه ان اللاعب يبقى في يومه، في المود بتاعه. مباراه 90 دقيقه، مش عايزين ننسى ان الوداد خد مننا البطوله السنه اللي فاتت، وبفعل فاعل. مباراه الصقر، مباراه التعويض، مباراه ال11. ان شاء الله المكسب للاهلي ان شاء الله. ما تنسوش علشان يوصلكم كل جديد عندنا نضغط لايك ونفعل الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.